السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي الكرام في فيديو جديد على قناة ولد الشعب أونلاين. في هذه الحلقة غادي نتناولوا جوج ديال القضايا. القضية الأولى كتعلق كتقتل الابن ديالها، ضربته بجنوية، أردته قتيلا بمدينة المحمدية. هذه الواقعة اللي هزت الرأي العام ديال مدينة المحمدية، هادشي وقع غير البارح، وهاد التفاصيل هذه كامل غادي نتكلموا عليها. بالإضافة موضوع آخر كيتكلم على اغتصاب جماعي لفتاة بتمنصورت بمدينة مراكش. جميع التفاصيل هذه متابعي الكرام غادي نتلقاوها في هذه الحلقة أو في هذا الفيديو. غنتكلموا دابا على القضية اللي كتعلق بإقدام بحي لاكولين بمدينة المحمدية على إزهاق روح فلذة كبدها. البارح كان يوم الجمعة مع العشية، هنا البوليس كيتفاجئوا بواحد السيدة كتدخل عندهم في واحد الحالة هستيرية، في واحد الحالة غير عادية. مالك يا لالا، اش واقع، اش عندك؟ كتقول لهم انا راه قتلت ولدي، انا قتلت ولدي، انا قتلت ولدي، انا قتلت ولدي. البوليس انتقلوا معها، مشاو معها للدار، وبالفعل كيتفاجئوا بواحد المنظر اللي هو خطير. كيلقاو الابن بالفعل مطعون بسكين، مقتول، كله دمايات. هنا حضروا العناصر ديال المسرح ديال الجريمه، وبقاو التحريات مع هاد السيده هادي، ليتم في الاخير نقل الجثه الى مستودع الاموات في واحد المشهد اللي صراحه اثار الحزن في الاوساط ديال الساكنه ديال هاد المنطقه حي لاكولين. وهنا كيتعلق الامر ماشي يعني هاد الجريمه كتعلق ماشي واحد قتل صاحبه، او واحد قتل الزوجه ديالو، او واحد قتل شي وحده كيعرفها، او وحده قتلات وحده بناء على شي شجار كان بيناتهم. الخطير في الامر على ان هاد السيده هادي اللي هي قتلت ولدها. وهنا كنهضروا على ساعه الغضب، اكيد غادي تكون قتلته غير على ساعة الغضب، ما شعراتش براسها، هزت جنوية، ضربت ولدها، قتلته. وكاين هناك كلام كيقول باللي هي ضربته بعصا، طاح الولد، جات عاوتاني ضربته بالجنوية، ولكن الكلام اللي كيروج اكثر انها ضربته بسكين، اردته قتيلة، ما شعرات براسها، لقات ولدها قاتلاه، مشات عند البوليس، قدمات راسها. يعني هذا الشيء هذا متابعي الكرام دائما حنا كنتكلموا على قضيه الغضب، التهور، تسرع. الانسان كيمشي لشي امور هو ما كيضربش ليها الحسبان ديالها، حتى في الاخر كيشوف راسو على انه ولا في جريمه ديال القتل. كيف ما شفنا هاد السيده هذه البارح الجمعه مع العشيه في وسط واحد الحي هادئ جدا، حي يعج بالساكنة، حي لاكولين. السيدة قتلت ولدها، أردته قتيلا، وللإشارة الابن كيبلغ في العمر ديالو 19 عام. الولد كيبلغ في العمر ديالو 19 عام، شداتو قتلت ولدها، مشات عند المصالح الأمن وقدمت راسها. موضوع آخر متابعي الكرام كيتعلق باغتصاب جماعي لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بتمنصورت نواحي مدينة مراكش. الخطير في الأمر أن هادو اللي اغتصبوا هاد البنت هي الزميلة ديالهم، كتقرا معاهم، هما تلاميذة وهي تلميذة. البنت مصابة بإعاقة ذهنية خفيفة، رغم هذه الإعاقة عند هذه البنت هذه مسكينة
ارتأوا العائلة ديالها على أنها باش يدخلوها للدراسة، والبنت من المواليد سنة 2010، والوليدات هادو اللي ارتكبوا هذه الجريمة في العمر ديالهم 2010، يعني في العمر ديالهم تقريبا هذيك 14 سنة 15 عام، كيتراوح السن ديالهم ما بين 14 سنة 15 عام. هاد الواقعة هذه اللي هزات الرأي العام ديال تامنصورت، ولا حديث في الأوساط ديال منطقة تامنصورت إلا على هذه الجريمة المروعة، إقدام تلاميذ على اغتصاب الزميلة ديالهم، واحد البنت كتقرا معاهم، شدوها وداوها لواحد البناية مهجورة كتواجد بالقرب من الثانوية، شدوها واغتصبوها. الخطير في الأمر أنهم وثقوا هذه العملية ديال الاغتصاب، شدوا داكشي صوروه فعيل ديال التبرهيش، هادشي فعيل ديال التبرهيش. وهنا كنرجعوا لواحد المسألة أخرى عاوتاني، هو دور الأسرة في تربية الأبناء. فين هما هاد الأبناء هادو؟ فين هما الآباء ديال هادو؟ شدوا البنت وتكرفسوا عليها. هنا كنهضروا على الدور ديال التربية ديال الوليدات. شدوا البنت تناوبوا عليها صوروها. اش داروا من بعد؟ شدوا هاد الفيديوهات وهاد الصور بداو كينشروهم بعضياتهم. واش درنا البنت؟ فعلنا ليها، تركنا ليها، والبنت مسكينه مصابه باعاقه ذهنيه، تكرفسنا عليها، درنا ليها، فعلنا ليها، تركنا ليها. انتشروا هاد الصور والفيديوهات في هذه المنطقه، وصلوا لعند العائله ديال البنت، شافوا هاد الفيديوهات، شافوا هاد الصور. هنا اش داروا؟ مشاو عند الدرك الملكي وقدموا شكايه معززين بهاد الصور والفيديوهات اللي كتوثق عمليه الاغتصاب ديال هاد البنت، اغتصاب جماعي. هنا النيابه العامه غادي تدخل على الخط وغادي تعتقلوا هاد الوليدات، اعتقلوهم، جابوهم، اعترفوا بكل شيء. كارثه متابعي الكرام. مسألة أخرى عاوتاني أن هذه البنت هذه رغم الإصابة ديالها يعني عندها هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندها إعاقة ذهنية خفيفة، رغم ذلك هذه البنت هذه مسكينة راه استطاعت على أنها باش تندمج في الدراسة، وعلى حسب الشهادات ديال الأساتذة ديالها كيقولوا باللي هذه البنت هذه هي كتقرا مزيان، كتقرا وكتجيب نقط مزيانة، والبنت مندمجة ترونكيل بخير وعلى خير، حتى كيتسلطوا عليها هاد التلاميذ هاد الوحوش. شدوا البنت حتى كيتسلطوا عليها هاد التلاميذ هادو، شدوا البنت وداوها لواحد البنايه مهجوره تما، وشدوا تكرفسوا عليها وصوروها وشدوا الصور ولاحوهم لصحابهم. كافه التفاصيل حول هذه الواقعة اللي وقعات بمنطقة تامنصورت غادي نشوفوها في هذا الخبر كيقول متابعي الكرام: أفادت مصادر موثوقة أو موثوق بها بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت وضعت أول أمس الأربعاء، نهار الأربعاء، 3 تلاميذ قاصرين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 سنة رهن الحراسة النظرية من أجل أو المراقبة القضائية من أجل البحث في جريمة هتك عرض كانت ضحيتها تلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة من مواليد سنة 2010. اسمعوا هنا اش غادي يوقع متابعي الكرام، راه كارثة. وأكدت مصادر للأخبار أن التلميذة التي تعاني إعاقة ذهنية تعرضت لجريمة هتك عرض بشكل جماعي من طرف 3 من زملائها بالثانوية نفسها التي تدرس بها، حيث تتحدث معطيات أولية عن استدراجها إلى إحدى البنايات المجاورة للمؤسسة اللي هي بناية مهجورة وتعريضها لجريمة اغتصاب. رافقتها الكثير من الألطاف الإلهية، يعني راه كانت البنت هذه كانوا يشدوا يقتلوها. وأكدت مصادر للجريدة أن واقعة هتك العرض التي تعرضت لها الفتاة القاصر من طرف زملائها التلاميذ رافقتها عملية تصوير بشعة لتفاصيل الجريمة
قبل أن يصل المقطع المصور إلى والدة الفتاة التي هرعت بشكل فوري صوب المصالح القضائية والأمنية بالمنطقة من أجل فتح تحقيق في الواقعة وإنصاف ابنتها التي تم استغلالها واستدراجها لبناية مهجورة محاذية للثانوية واغتصابها بشكل جماعي. كارثة. واستنفرت شكاية الأسرة أو أسرة الضحية كل الأجهزة الأمنية والترابية بمراكش ومنطقة تامنصورت تحديدا، حيث استمعت فرقة من الدرك للتلميذة الضحية بحضور أسرتها وعاينت مكان الجريمة قبل أن يسفر البحث عن تحديد هوية التلاميذ المشتبه فيهم، وكلهم قاصرون، حيث تم وضعهم رهن المراقبة القضائية بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، وذلك من أجل البحث في ملابسات الواقع اعتمادا على تصريحات الضحية وتقرير المصالح الطبية المختصة في انتظار عرضهم على النيابة المختصة. وخلفت واقعة الاغتصاب الجماعي للتلميذ القاصر من طرف زملائها الذين استغلوا إعاقاتها الذهنية الخفيفة حزنا شديدا وسط أسرتها وأهالي المنطقة. وتحدثت مصادر متطابقة عن أن الاستياء تضاعف بعد أن تأكدت معاناة التلميذة الضحية من تأخر ذهني. هنا الخبر كيهضر ايضا على ان البنت كانت منخرطه في المسار الدراسي ديالها بشكل ايجابي رغم الاعاقه الذهنيه ديالها، وعلى ان الاساتذه ديالها كيشهدوا على ان هذه البنت هذه كانت كتقرا مزيان رغم هذا المشكل اللي عندها. ولكن هنا يعني هاد مصيبه وقعت، هاد التلاميذ ديالها شدوا البنت وداوها البنايه مهجوره وتناوبوا على اغتصابها، ووثقوا هذا الشيء كامل بفيديوهات وصور انتشرت في هذه المنطقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتمنى من المتابعين ديالنا تخليوا لنا الرأي ديالكم، اش كتشوفوا في هذه الجرائم. وقعت غير هذا الأسبوع هذا شفنا جريمة وقعت البارح بمدينة المحمدية حي لاكولين، كتقتل الابن ديالها وكتسلم راسها لمصالح الامن، الولد في العمر ديالو 19 سنه. شفنا ايضا تلاميذ كيقراو مع واحد البنيه زميله ديالهم في نفس المؤسسه، كيستدرجوا البنت وكيديوها واحد البنايه مهجوره وكيتناوبوا على الاغتصاب ديالها. اش كتشوفوا؟ شنو الدور ديال الاسره في هذا الشيء هذا كامل؟ غياب التربيه، غياب، مصيبه. وإلى حلقة أخرى بإذن الله، تهلوا في راسكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.